اي ستوديو. بكل بساطه يجي لنا اول لينك اهو مكتوب aistudio.google.com. بنفتح كده عادي. ده اللينك اللي هبعته لحضراتكم. اي حاجه تظهر في الواجهه عادي ممكن نعملها سكيب، او لو عايزين نشوف التعليمات برضو مفيش اي مشكله. طيب دي الواجهه الرئيسيه. طبعا هو اول ما فتح معايا على الواجهه دي اللي هي فيها بيلد، بس انا عاوز اشرح الابلكيشن بشكل كامل، فهروح هضغط على جوجل اي اي ستوديو عشان يرجعني للواجهه الرئيسيه الاساسيه دي. اوكي، واللينك حاليا عند حضراتكم برضو على الشات. ومعانا برضو نفس اللينك على تليجرام عشان يبقى سهل على الجميع الوصول. طيب خلينا نتعرف على واجهه جوجل اي اي ستوديو للي اول مره يتعامل معاه او بيتعامل معاه بشكل خفيف كده. نتعرف على الواجهه بتاعت الويب سايت، وبعد كده ندخل على ازاي بقى هاو تو بيلد ابس، او ازاي نبني ابلكيشنز من خلال جوجل اي اي ستوديو. اول حاجه انا رجعت للواجهه الرئيسيه بتاعتي من هنا، في جنبها سهم بسيط كده لما بدخل عليه بيقول لي هنا دي البرودكتس بتاعتنا او التطبيقات الاخرى بتاعتنا. لو ضغطت على جيميناي هيوديني الجيميناي العادي. في الواجهه العاديه، معذره، الواجهه العاديه بتاعت جيميناي. الابلكيشن اللي تحت اللي هو جوجل انتي جرافيتي، وده تطبيق البرمجه اللي هو شبيه، لو بنسمع كتير عن جوجل عن كلود كود وبنسمع عن اوبن اي اي كودكس. دي تطبيقات بتستخدم للبرمجه، بس طبعا عشان استفيد من انتي جرافيتي لازم يكون عندي الاكونت المدفوع بتاع جوجل. اوكي، انا النهارده هغير الاكونت ده تماما وهشتغل مع حضراتكم على اكونت مجاني على جوجل اي اي ستوديو، عشان يعني تعرفوا ان ممكن الاستفاده منه بشكل مجاني تمام. طيب الواجهه الرئيسيه عندي في شويه اختيارات: فيتشرد وكود اند شات وايمج جنريشن وفيديو جنريشن وسبيتش اند ميوزك والريل تايم. طبعا الفيديو جنريشن والايمج جنريشن داخل جوجل اي اي ستوديو من الحاجات المدفوعه اللي لازم بدفع لها بشكل مستقل، حتى لو انا بمتلك لو انا بمتلك اكونت مدفوع على جيميناي. فهنا بدفع عشان بستخدم حاجه اسمها اي بي اي، فانا ما يلزمنيش الكلام ده لانه متاح عندي مجانا في اماكن اخرى زي جوجل فلو. طيب عندي كمان الايمج جنريشن والفيديو جنريشن، دي من الحاجات المدفوعه. الكود اند شات دي اللي احنا هنروح لها بعد شويه لما نيجي نروح نبني نيو ابس او نبني بيلد تو بيلد ابس. طيب الحاجه المهمه اللي هنا بقى عايز نتعرف عليها، عندي هنا طبعا الجزء الاول ده اللي انا بختار منه الموديل اللي انا شغال بيه. لما باجي هنا اروح على كلمه اول، بيجيب لي كل النماذج المتاحه داخل جوجل اي اي ستوديو، كلها طبعا النماذج بتاعت جوجل. جيميناي بالاصدارات بتاعته، ونانو بنانا بتاع الصور بالاصدارات بتاعته. فانا بروح لجيميناي عشان هشتغل على جيميناي، فبضغط عليه بيجيب لي هنا جيميناي 3.5 فلاش اللي هو اخر اصدار، 3.1 فلاش اللي هو الاصدار الاخف، وبعد كده 3 فلاش ده قديم شويه، وبعدين 3.1 برو وده الاصدار اللي هو البرو او المتقدم بتاع جيميناي. طيب عندي تحت هنا نانو بنانا، هلاقي مكتوب جنبه بيد، فانا مش هعرف استخدمه هنا فور فري. نانو بنانا متاح على موقع جوجل فلو مجانا. واللي ما يعرفش موقع جوجل فلو، في محاضره على اليوتيوب عندي بتشرح جوجل فلو بشكل تفصيلي. انا لسه بشرح الواجهه يا مس هند، ما تقلقيش. يبقى هنا انا من جيميناي بوصل للنماذج بتاعتي. طيب ايه لايف دي؟ لايف دي خاصيه خطيره. بتعمل ايه؟ عندي اول حاجه اللي هو لايف ترانسليت بريفيو، ودي انا ما بفضلش استخدامها من هنا. بستخدمها منين؟ بستخدمها من جوجل ترانزليت. تطبيق جوجل ترانزليت دلوقتي فيه حاجه اسمها الترجمه الحيه، بمعنى ان حضرتك ممكن تحط ميكروفون في ودنك
والشخص اللي قدامك اللي بيتكلم باي لغه تانية ايا كانت، والاثنين تتكلموا مع بعض كل واحد بلغته، وجوجل ترانزليت بينكم بيسمعكم ويترجم لكل واحد بلغته. اوكي؟ في حد عنده مشكله في الصوت يا جماعه؟ انا سالت اتاكدت من الاول قالوا لي الصوت واضح تماما. طيب طيب نتاكد بس اللي عنده مشكله في الصوت يتاكد بس ان هو معلي الصوت في الجهاز كويس. طيب ده بالنسبه لجيميناي 3.5 لايف ترانزليشن. هنستخدمه منين؟ هنستخدمه من تطبيق جوجل ترانزليت على الموبايل. 3.1 فلاش لايف بريفيو ده بيقول لك بتتكلم مع جوجل اي اي ستوديو في اللايف شات عادي زي ما حضرتك شايف كده. انا ضغطت عليها، جبتها منين تاني عشان الناس اللي ما كانتش مركزه معايا. رحت على المودلز، القسم الجانبي ده اللي هو بختار منه المودلز، اول مربع ده بضغط عليه كده، اخترت كلمه لايف، اخترت الاختيار الثاني، ضغطت عليه، جاب لي هنا ايه؟ توك لو انا عايز اتكلم بشكل مباشر صوتي، ويب كام لو انا عاوز افتح الويب كام او الكاميرا الاماميه بتاعه اللابتوب ونتكلم انا وهو، او لو انا بستخدم جوجل اي اي ستوديو من الموبايل ممكن افتح الكاميرا بتاعه الموبايل واوري له حاجات معينه ويشرحها لي. الثالثه دي بقى ميزه خطيره جدا ومحدش بيتكلم فيها كتير، ومحدش يعني نادرا لما حد من الناس اللي بتستخدم جوجل اي اي ستوديو بيروح لها، اللي هي كلمه شير سكرين دي. تعالوا نضغط عليها كده، هتلاقي على طول بدأ يقول لك اديني الاذن ان انا اوصل للشاشه بتاعتك، وبدات اشارك معاه السكرين بتاعت الجهاز بتاعي، وكمان هخليه يشرح لي المحتوى اللي عليها لايف. طب تعالوا نشوف كده، نقول له شير. تمام، هو بيطلب مني هنا الاذن ان هو ياخد الوصول للمايك. اوكي، فالمفروض اقول له allow. تمام، هو كده المفروض جيميناي سامعني. نعم، أنا أسمعك بوضوح. هل هناك أي شيء ترغب في التحدث عنه؟ اشرح لي اللي انت شايفه على الشاشه. أرى واجهة اجتماع عبر الإنترنت، تبدو كأنها منصة اجتماعات مثل تيمز. هناك مشاركون مختلفون بأسماء مستعارة وصور مزية، وهناك أيضا نافذة محادثة جانبية. شكرا. تريد التركيز؟ شكرا. لو لاحظتوا حاجة هنا إن المحادثة اللي بيني وبينه، خليني بس أعمل ستوب الأول عشان تمام، أنا منتظر. هل تريد مشاركة شيء آخر أم توضيح ملاحظة معينة حول المحادثة؟ طيب أنا كده وقفت، عملت هنا ستوب شير. طيب يعني نركز مع بعض يا جماعة، والأسئلة الخارجة عن النقطة اللي أنا بتكلم فيها نركز هنا الأول، وبعدين هجاوب على الأسئلة دي في الآخر، ما تقلقوش. طيب انا عملت هنا مشاركه، شايفين هو هنا عمل لي ايه؟ عمل لي فيديو ريكورد للحته اللي انا شاركتها معاه، والكلام بتاعي وبتاعه نزل هنا بشكل ايه؟ بشكل صوتي. يعني انا اقدر احمل ده كملف صوتي لوحده واستخدمه بره. اوكي، يعني لو انا قلت لجيميناي يا جيميناي اشرح لي اللي انت شايفه على الشاشه، وحبيت اخد الشرح ده في ملف صوتي اهو، وكمان مكتوب تكست، مفيش دلع بعد كده. اوكي، المحاضره مسجله ان شاء الله. طيب دي النقطة رقم 1. طيب النقطة رقم 2، في حد سأل جبتها منين دي؟ هرجع تاني عشان نركز أكتر. أهو أنا في الواجهة الرئيسية، رحت هنا، دي الواجهة الرئيسية أهي، الأساس البداية خالص. رحت هنا عند اختيارات المودلز دي، اخترت ضغطت على كلمة لايف، ونزلت تحت على جيميناي 3.1 فلاش لايف بريفيو. دي مالها بتسمح لي بايه؟ بتسمح لي بثلاثه اوبشنز او ثلاث اختيارات. نمبر 1 توك، اني اتكلم مع جيميناي انا وهو ندردش مع بعض. ما هو انا هنا جوجل اي اي ستوديو هو المطبخ الخلفي بتاع جيميناي،
سيبكم من الواجهه اللي احنا بنستخدمها على الموبايل وعلى البراوزر والكلام ده المطبخ الخلفي اللي فيه كل حاجه. اي خصائص جديده قبل ما توصل جيميناي الاساسي اللي بره بتتعمل هنا الاول وبتتجرب هنا الاول. الويب كام ان انا بفتح الكاميرا الاماميه لللابتوب واخليه يشوف حاجه معينه او يناقشني صوت وصوره. شير سكرين ان هو هنا بشارك مع الشاشه بتاعتي، افتح بقى ملف PDF وهو يشرحه معايا واحده واحده كده. الطلبه اللي بتذاكر، الناس اللي بتعمل ابحاث او الكلام ده، ممكن تفتح البحث بتاعك هنا وتناقش جيميناي في المحتوى اللي هو شايفه معاك على الشاشه. الناس اللي بتلعب جيمز اونلاين، الناس اللي بتتعلم شطرنج، الحاجات اللي فيها استراتيجيات والكلام ده، ممكن جيميناي يكون شريك ليك في الشاشه اللي انت فاتحها ويساعدك. ماشي، بس ما فيش داعي نغش في الجيمز يا شباب. طيب نروح للجزء اللي هنا بقى. انا اخترت هنا وحددت انا هعمل ايه. هنا بقى بتختار الاصوات اللي هيشتغل معاك، مين الصوت اللي انت هتسمعه، مين الصوت اللي هيشرح لك من الجزء ده. طبعا هنا في عندي حاجه اسمها ميديا ريزوليوشن اللي هو التوكنز اللي انت هتستخدمها. طبعا هنا يعني ايه التوكنز؟ يعني كل صوره هياخدها سكرين شوت او هيصورها هنا للشاشه، او صوره انت هترفعها له، الحد الاقصى بتاعها كام؟ 258 توكنز. عشان ايه التوكنز دي؟ اللي هي عدد الوحدات اللي الاي اي بيحسب لك بيها الانبوت والاوتبوت، المدخلات والمخرجات بتتحسب مش بالكلمه، بتتحسب بحاجه اسمها توكن. انت دخلت ملف PDF، ملف PDF ده هو بيوزنه، بيحسبه كام توكن. الملف الصوره بتتحسب كام توكن، الملف الصوتي بيتحسب كام توكن. اوكي. طيب الثينكينج ليفل هو هنا ما فيش حد، يعني ممكن اختار يعني اعلى ليفل اللي هو هاي، اللي هو معناه ايه ثينكينج ليفل؟ انا عاوز النموذج وهو بيرد عليا يعني يحلل ويركز ويفكر لمده قد ايه في المساله اللي انا بديها له. لو الموضوع محتاج موضوع معقد ومحتاج تحليل دقيق بروح لهاي. اوكي. حاجه زي ان انا بتكلم معاه لايف شات دي مش محتاجه ثينكينج ليفل، بخليها نو ثينكينج عشان يرد عليا دايركتلي بدون تاخر. طيب في عندي حاجه هنا اللي هو سيبكم من الفانكشن كولينج والاوتوماتيك، دي حاجه خاصه بالكودينج او البرمجه. اخر واحده دي لو انا عاوزه قبل ما يرد عليا يروح يتاكد من المعلومه بتاعته على جوجل سيرش عشان ما يالفش، يستند لمعلومات داخل جوجل، فبعمل ايه؟ بفتح دي كده، فهنا هلاقيها ظهرت هنا مباشره. او اقدر اروح افتح الخصائص دي من كلمه تولز. تولز اللي هي الادوات اللي انا بقدر اضيفها في الشات. طيب عملت هنا جوجل سيرش، معناها ان لما ترد عليا روح اعمل بحث في جوجل ووثق معلوماتك، اديني انت جايبها منين. طيب ده الوضع الاول في جوجل AI ستوديو. الوضع الثاني ان انا بروح هنا، طبعا احنا قلنا الايمج والفيديو دول بره مش معانا لان هم مدفوعين. طيب الوضع الثاني اللي هو اوديو. ايه الاوديو دي بقى؟ ان انت دلوقتي عندك نموذج جديد، احنا اتكلمنا عن الترانزليشن، عندك نموذج جديد اسمه جيميناي 3.5 فلاش TTS، يعني تكست تو سبيتش. تكست تو سبيتش يعني النص الى صوت. وده نموذج بيسمح لحضرتك انك تعمل ايه؟ تحول النص لصوت بطريقه عبقريه وبشريه جدا جدا جدا. طيب هنا في عندي حاجه اسمها الموديل سيتنجز. اوكي، الموديل سيتنجز. ايه بقى حته التمبريتشر دي؟ التمبريتشر دي اللي هي احنا بنترجمها حرفيا درجه الحراره، بس هي مش المقصود بيها درجه الحراره، المقصود هنا درجه الابداع، الكرياتيفيتي. انت بتسمح للموديل بمساحه ابداع، او بالبلدي كده يالف من عنده باي درجه. فلو انت بتشتغل معاه على حاجه زي توليد افكار وعاوز افكار ابداعيه، خليها ايه؟ 2. عاوز ردود حقيقيه ما فيش فيها اي مساحه من الابداع، 1+1=2، خليها 0. طيب البالانسد او المتوازن اللي هو الواحد ده، لو احنا ايه؟ بسمح بنسبه متوازنه من ان الاي اي يشاركني حاجات خارج مساحه الموضوع اللي انا بتكلم فيه. يعني ايه؟ خلينا نقول ايه؟ اوت اوف ذا بوكس، بليميتس، بحدود معينه. دي حته التمبريتشر. طيب نيجي بقى للجزء بتاع الايه؟ التكست تو سبيتش او النص لصوت.
ايه موضوع النص الصوت ده؟ حضرتك عاوز تعمل عندك نص وعاوز تحوله لصوت. كل الموضوع ان حضرتك بتجيب النص هنا تكتبه هنا وتحط سين. يعني ايه السين؟ يعني الشخص اللي بيتكلم ده في محطة قطر مثلا، ولا في مكتب، في غرفة مغلقة، في مطبخ. بنحط المشهد اللي هيساعد على خروج الأصوات بشكل معين. فهنقول مثلا ايه، او خلينا عشان ما تعبكمش هروح افتح مثلا شات جي بي تي وهقول له مثلا give me a معذرة يا جماعة. طيب هقول له مثلا او بالعربي حتى، هقول له اديني نص قصير جدا من 100 كلمة، عبارة عن حد بيحكي موقف بسيط، وعاوز مع النص ده وصف لطريقة الحكاية يكون بيتنوع أسلوب الحكي ما بين الهمس والصوت المرتفع والتفاعل مع الكلام، ووصف للمشهد اللي بيتم فيه حكاية الموقف. هاخد النص ده كده يا جماعة زي ما هو. يفضل ان النصوص العربية يا جماعة آه، يتم تشكيلها. بس عدم التشكيل حتى مع عدم التشكيل بنقدر جوجل اي اي ستوديو الى حد كبير اخطائه بسيطة في الجانب ده. طبعا انا هاخد هنا وصف طريقة الحكاية دي، هشيلها كلمة وصف طريقة الحكاية دي، وهاخد دي كده احطها فوق في الكونتكست. اوكي، وهاخد وصف المشهد هنا داخل قاعة مش عارف ايه، واشيل كلمة وصف المشهد دي كده، واشيل كلمة النص. اي زيادات بقى مش محتاجها احطها. تمام. وبعدين اضغط على كلمة run. طبعا من هنا بحدد صوت الشخص اللي هيتكلم، من هنا او من هنا بشوف انا عاوز مين اللي يحكي. اوكي، هسيبها باي ديفولت. طيب لو انا عاوز حد يرد عليه، بروح جاي ضغط على كلمة add speech block واضيف الشخص الثاني النص اللي هيرد عليه. لو انا هنا بعمل conversation between two people، بس طبعا الوصف والمشهد هيتغيروا، لان احنا هنا انتقلنا من حكايه، من حدوته، من قصه لاثنين بيتحاوروا. فهنا انا ممكن اضيف two speakers، مفيش اكتر من اثنين للاسف. هضغط على كلمه run ونستنى نشوف النتيجه مع بعض. في طريقي إلى العمل رأيت طفلا يحاول التقاط طائر صغير سقط من عشه. وقف الجميع يراقب، لكن أحدا لم يتحرك. اقتربت منه بهدوء وطلبت منه أن يبتعد قليلا حتى لا يخاف الطائر. بعد دقائق هبطت أمه على غصن قريب، ثم أخذته بمنقارها وطارت به. ابتسم الطفل وقال: أنا افتكرت إنه محتاج حد يشيله. ابتسمت وقلت: أوقات أفضل مساعدة هي إننا ندي فرصة للطبيعة تشتغل. معرفش الصوت وصلكم بوضوح ولا لا، اتمنى يكون وصلكم بوضوح. واضح انه الحمد لله وصل بوضوح. طيب فهنا انتوا شايفين الوصف بتاعي انعكس على طريقة الحكاية، والصوت طالع طبيعي جدا. حتى لما انتقل من الفصحى للعامية المصرية كان انتقال سلس جدا جدا. البرومبت حاضر من عيني. البرومبت في الشات بوكس للي حابب يستخدمه او يعدل عليه بقى براحتكم. اللي عايز يستخدمه في قصة او يستخدمه في حاجة تانية. ده بالنسبة للايه
تمام يا مس نعمات، منورانا. طيب ده بستخدمه سوري، نسيت اقول حاجه اخيره، اللي هو فكره ان انا هنا بقى عندي اوبشن ان انا اعمل داونلود لايه؟ ما هو الكلام اللي بين الاقواس مكتوب بالعاميه يا مس شيماء. لو حضرتك اخدت بالك هنا، الطفل قال لي انا افتكرت انه محتاج حد يشيله، الجمله اصلا مكتوبه عاميه، فهو راح انتقل بسلاسه ما بين الكلام اللي بره والكلام اللي بين الاقواس. يعني هي مش خطأ. اوكي، انا من هنا بضغط هنا على علامه داونلود عشان احمل بقى الملف الصوتي، اقدر استخدمه بقى لو انا الناس صانع محتوى وعاوز يعمل فويس اوفر ويركبه على الفيديو، مدرس او مدرسه وعايزين يستخدموا النص الصوتي ده في الفصل بطريقه معينه، بينزل عندي الملف ك MP3 فايل اهو. ده نزل عندي اهو الملف MP3 واو. تمام. طيب هو ما اعرفش كان قبل كده بينزلوها MP3، ما اعرفش ليه غيروها ال WAV. بس عموما في عندنا لو في اشكاليه في التعامل مع ال WAV، في عندنا مواقع كتير مجانيه بتحول الصوت ل MP3. اكتبوا بس في جوجل اوديو كونفرتر فري، هتلاقوا حاجات كتير جدا بتحول. طيب خلصنا كده موضوع الصوت وموضوع مشاركة الشاشة مع جوجل اي اي ستوديو. نروح بقى للجزء الأساسي معانا في محاضرة النهاردة، وهو how to build apps. لا مفيش فيه كلون، للأسف مفيش فيه استنساخ للصوت، بس أعتقد في يوم من الأيام جوجل هتعملها، لأن هم كل فترة كده يروحوا منزلين تحديث مدمر مجموعة من الشركات. طيب أنا بوصل منين بقى؟ إزاي to build apps مسجلة إن شاء الله يا جماعة؟ بروح ادي كلمه بيلد اهي تحتها، بروح ضاغط على كلمه نيو اب. حلو. دلوقتي جوجل اي اي ستوديو بيسمح لي ان انا ابني اندرويد ابس. يعني ايه؟ يعني اقدر ابني نموذج لتطبيق اندرويد، وبعد كده الناس بقى الديفلوبرز بيقدروا بعد كده ينقلوه ويحولوه الى جوجل بلاي ستور عشان يقدر ينشر التطبيق، بس طبعا بعد موافقات جوجل على التطبيق والشروط بتاعتها، وانك لازم تكون مشترك في برنامج جوجل ديفلوبر، وقصه طويله كده. طيب فعشان كده انا مش هروح لحته الاندرويد ابس دي والقصه دي ادخلكم فيها، انا عاوزكم تعملوا حاجه تستفيدوا منها فورا وبشكل يومي. الشاشه واقفه، في حد عنده مشكله في الشاشه يا جماعه؟ اوقف الشير وابدا اعمل شير جديد لو المشكله متكرره. طيب كله تمام. طيب يبقى المشكله عند حضرتك بقى ممكن مشكله كونكشن يا مس مها. طيب انا فتحت الواجهه دلوقتي يا جماعه، جبتها منين مره ثانيه عشان اللي ما بيركزش. بروح هنا على كلمه نيو اب، وباجي هنا بلاقي الواجهه دي. جميل. في عندي هنا قبل ما تعمل اي حاجه، اي تعامل مع اي موقع يا جماعه او اي موديل، اضغط على علامه الاعدادات دي، شوفها بتقول ايه قبل ما تاخد خطوه. مهم جدا انك لما تيجي تتعامل مع اي موديل اتاكد انك رايح فيه. طيب عندي هنا اول حاجه select a model to use in the chat. ايه الموديل اللي حضرتك هتتكلم معاه عشان يبني لك التطبيق؟ طبعا التوب حاليا هو 3.1 برو، يليه 3.5 فلاش. استخدم اي واحد من الاثنين دول يعجبك. طيب في عندي حاجه هنا اسمها custom instruction. ايه custom instructions دي؟ يعني حضرتك بتقدر تخزن فيها تعليمات كنوع من الذاكره. لمين؟ انا نفسي اثبت رساله اسمها المحاضره مسجله، لان كل دقيقتين بنتسال السؤال ده. ان شاء الله يا جماعه المحاضره مسجله، ما تقلقوش. طيب هنا بثبت التعليمات اللي انا عاوز الموديل يلتزم بيها وهو شغال معايا. اوكي. طيب اقدر اضيف اكتر من تعليمات. يعني انا لو جيت هنا كتبت له كده مثلا 1 2 3 4 5 اي حاجه، قلت له سيف، بقى عندي هنا ايه؟ كاستم انستراكشنز اسمها 1 2 3 4 5. طيب ينفع تضيف غيرها؟ ينفع. write my own instructions، واشيل القديمه دي كده واحط ايه؟ الانستراكشنز بتاعتي. اوكي. طيب ايه كمان؟ ده انت في عندك مساحه انك upload instruction file. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اروح اتكلم مع تشات جي بي تي في فكره
مشروع واحط التعليمات بتاعته والقوانين اللي انا عاوزه يلتزم بيها في ملف، انسخها في ملف وورد او PDF واجي ارفعها هنا من اد فايل، ينفع عادي جدا. طب انا مش عايز اعمل كل الكلام الفاضي ده، اوكي، مش عايز اعمل انستراكشنز ولا عايز اعمل الكلام ده. طبعا هنا في حاجه اسمها فريم ورك اللي هو ايه، خلينا نقول حاجه الاطار البرمجي اللي انت هتشتغل معاه. في رياكت وفي نكست جي اس وفي انجولار وفي اندرويد، فانا بشتغل رياكت لان هو يعتبر حاجه ايه، يعني جنرال شويه، هينفع تشتغل معايا على الاجهزه الديسكتوب، وحتى لو حد خد اللينك وفتحه على موبايل هيشتغل معاه عادي، فالدنيا بسيطه. وهنا طبعا من الجزء الاخير ده انت بتشتغل بقى جيميناي API ولا جوجل AI. انا طبعا هنا هسيبها على الفري ريكوستس، اللي هي انا ليا عدد معين من الفري ريكوستس اللي هي كبيره بالمناسبه يوميا شغال بيها. طيب لو هتستخدم الميكروفون عشان تمليه التعليمات اللي هيبني بيها، ممكن تستخدم الميكروفون بتاع الجهاز بتاعك اللي هو عندي ماك بوك برو ميكروفون، او الميكروفون الخارجي اللي انا موصله حاليا، فبختار الميكروفون عادي وهو بياخد منه الصوت. دي بس شويه اعدادات كده. طيب انا ما عنديش افكار اشتغل بيها، عايز مجموعه افكار كده، حد يديني افكار. فهو جوجل عملت لك هنا في حاجه اسمها ايه، اب جاليري تحت كده، بص عليها واستمتع بالافكار اللي موجوده وممكن تاخد منها وتطور. تعالي نشوف كده البراوز، نعمل براوز كده للجاليري ونشوف ايه اللي عندهم. في ناس هتلاقي في ناس عامله العاب، في ناس عامله مثلا هنا واحد عامل ايه، جنريت ا راديو شو ابلكيشن، وظيفته ان هو يعمل لك زي برنامج اذاعي، حاجه للراديو. اعتقد المشكله عند حضرتك يا مس صفاء، مفيش، انا سالت دلوقتي الشاشه شغاله عند الجميع عادي. في واحد تاني عايز حاجه اسمها AI pointer create. يعني ايه؟ يعني ان هو بيفتح الشاشه ويكتب، يتشاور بالماوس زي هنا كده، راح وقف على الكراب اللي واقف ده كده، او الكابوريا او السلطعون او سرطان البحر، حسب بقى حضرتك بتسميه ايه في بلدك، وقال له ايه، هنحرك ده موف ذس، وراح ناقل السهم هير. فانت بتتعامل مع الشاشه باوامر الماوس، اوكي. ده ابلكيشن تاني. تعالوا ننزل شويه تحت كده، في واحد عامل ايه، prompt to JSON. انا هدي لك الصوره وتحولها لي لجيسون برومبت. ايه الجيسون ده؟ الجيسون ده لغه برمجه بيفهمها AI بدقه شديده، احسن من الكلام العادي. فبيقول لك ايه، takes your short image prompt and transform them into detailed JSON. حضرتك بترفع له البرومبت البسيط بتاعك وهو يحوله لملف جيسون او جيسون برومبت تفصيلي. هتلاقوا بقى كل ما تنزل هتلاقي، مش هقعد اشرح بقى في الكلام ده كله بشكل تفصيلي، هتلاقوا حاجات كتير هنا ممكن تاخدوا منها افكار. طب انا اخد الافكار ازاي؟ بكل بساطه، حضرتك مثلا عجبتك فكره الراديو شو دي، هتقف كده هتضغط عليها، هتلاقي ظهرت لك هنا كلمه ايه، ريميكس. ريميكس دي معناها ايه؟ معناها ان انا اقدر اعمل ايه، اعمل نسخه من الابلكيشن ملكي انا. فاول ما اضغط على كلمه ريميكس هيبدا يضيف الابلكيشن للاكونت بتاعي، فمجرد ما ادخل على الاكونت بتاعي بعد كده هلاقيه في قائمه التطبيقات بتاعتي. طيب استاذ شيماء، تفتكر ينفع يعمل العاب تعليميه ولا لا؟ يعني بعد الافكار اللي عرضتها لحضرتك دي، ينفع ولا ما ينفعش؟ فهنا هضغط على كلمه ايه، ريميكس، واقول له ابلاي. هيبدا ينسخ الكود بتاع الابلكيشن عشان ينقله لي. تمام. بيقول لي هنا enable Firebase Firestore. زمان من كام شهر كده كان جوجل عامله موقع مستقل اسمه Firebase. Firebase ده كان بتدخل عليه تبني تطبيقات برضو بقاعده بيانات معينه، فهم لغوا الموقع ده تماما ودمجوه دلوقتي جوه جوجل AI Studio. فبقول لي enable this عشان نظبط قاعده البيانات. فنقول له هنا طبعا is asking you to ماشي، هقول له until I close، ماشي قال لا.
حلو، ادي كده الابلكيشن اتنسخ عندي يا جماعه دلوقتي، وبقى عندي نسخه ملكي انا اقدر اعدل فيها. يعني انا دلوقتي اقدر هنا اكتب اي اضافات، مش عاجبني الالوان دي اغيرها، عندي خاصيه معينه ممكن اضيفها. ممكن جدا. طيب هنا كل اللي حضرتك عايز تعمله انك تكتب اسم الراديو شو اللي عايز تعمله. فهقول له مثلا I want a radio show about AI revolution in Arabic language. وهنخلي هنا بدل 3 دقايق، هو مديني لحد 15 ده، خليها 3 دقايق عشان تخلص بسرعة. وبعدين هنقول له ايه، هنبص تحت هنا بيقول لي في هنا طبعا templates لو انت عايز تستخدمها، فخلينا اقول له generate ونشوف النتيجة بتاعته. طب هو كده ما بيحسبش عليا اي رصيد، ما بيخصمش عليا حاجة، ما بيطلبش مني مدفوعات، لا خالص. الا بقى لو حضرتك هتاخد التطبيق ده عشان تعمل له استضافه خارجيه، والتطبيق ده عشان يشتغل بره بيحتاج حاجه اسمها اي بي اي. الاي بي اي ده هو كود بتاخده من الذكاء الاصطناعي تركبه في الموقع الثاني عشان يقدر يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي. طيب جوجل اي اي ستوديو بيوفر لي اي بي ايز مجانيه، وهقول لحضراتكم دلوقتي ازاي. طبعا هنا بيقول لي initializing، creating custom radio show about. ماشي. شفتوا ده البرومبت اللي هو بيديه لنفسه، كل دي تعليمات هو بيمشي عليها وخطوات بيمشي عليها عشان يعمل لي الشو في الاخر. طبعا الكلام ده كله هو مديني هنا كلمه داونلود لوجز دي، لو انت عاوز تحتفظ بالتعليمات والحاجات دي كلها عندك. اوكي تمام. انا ما كتبتش برومبت، انا قلت له بس اعمل لي بس شو راديو شو. حاضر، هروح لها دلوقتي جزئيه الاي بي اي دي. حاضر. طيب انا هسيبه يكمل عشان بس ما نقفش كتير معاه، ان هو لسه طول ما دي شغاله كده هو لسه شغال وبيدينا علامات صح اهو ان الدنيا ماشيه. فهنسيبه يكمل. افتح صفحه جديده من جوجل اي اي ستوديو، وناخد ردا على سؤال اعتقد استاذه شيماء، ينفع نعمل العاب تعليميه؟ ينفع ونص. تعالوا نقول له عاوز اكلمه عربي اهو بلهجه عاميه تماما، ما فيش فيها اي مشكله. عاوز اعمل لعبه تعليميه لاطفال صغار تساعدهم يتقنوا خلينا نقول مثلا الحروف الهجائية بالعربية مثلا، وهنقول له build. يعني انا لو قعدت دلوقتي في عندي جوجل شيت كده في بتاع 55 مشروع 60 مشروع عاملينها مدرسين زملاء كنت معاهم في كورس من فترة كده لسه مخلصوا، عاملين كمية أفكار ومشاريع. يعني أنا وأنا بدربهم ما كانتش تخطر لي على بال، اللي هو حضرتك اعملي اللي نفسك فيه.
اي فكره حضرتك يا مستر هشام افتح الشات وقول له على فكرتها وامشي معاه ستيب باي ستيب. لا، والاكتر من كده ان الفكره يعني مش بتوصل لنهايتها، ده حضرتك بتيجي هنا بتحسن فيها. يعني ممكن كل يوم تدخل تدردش مع جيميناي وتقول له طب عايزين نضيف كذا، طب نشيل كذا، طب نعدل كذا، كل ده متاح ليك. طبعا هنا قبل ما يبني التطبيق بيخيرني ما بين 5 اشكال للتطبيق، 5 ثيمز. ادي اول شكل، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. اوكي، بختار. حاضر. بختار الشكل اللي انا مثلا هكمل بيه وبعدين اقول له select this design. اوكي، عملنا this design. هل ممكن نعمل في امكانيه لعمل تحليل بيانات تعلم بفكره الداشبورد؟ يعني ارفع له ملف وهو يحول الملف ده لداشبورد؟ ممكن جدا يا استاذه داليا. يعني حضرتك تعرف تقولي له انا عاوز اعمل ابلكيشن. ابداوا جربوا معايا دلوقتي يا جماعه وابعتوا لي اللينكات. ابداوا جربوا معايا دلوقتي، واللي يخلص مشروع يبعت لنا اللينك على الشات ونشوف مع بعض الافكار. حضرتك دلوقتي ادخلي بس قولي له انا عاوز اعمل تطبيق. التطبيق ده هرفع له الملف وهو يحول البيانات اللي في ملف الداشبورد. هتنبهري من النتيجه. طبعا هو دلوقتي شغال على اللعبه بيعمل بقى الاكواد بتاعتها. انا لو جيت هنا ضغطت على كلمه كود هلاقي هنا الجزء اللي هو بيكتب فيه الاكواد زي ما انتم شايفين كده. اوكي، وهنا بشوف البريفيو او الشكل اللعبه بعد ما تخلص. آه طيب، هخلص بس الاول الافكار والتطبيقات وهرد على موضوع بقى ازاي نحول التطبيق ونعمل له هوستنج والقصه دي كلها. طيب، هو هنا للاسف موضوع الداتابيز وقف الفاير بيز، وقف الحته اللي كنا بنعملها، فمضطر ان انا اعيد الامر اللي كنت كتبته. I want a radio show on AI revolution in Arabic language. generate. اشتغل انت بقى مع نفسك. طبعا هنا بيقول لي الحاجات الخواطر اللي هو ماشي بيها تحت عنوان اكشن هيستوري. لو انا مش عايز اشوف الحاجات دي بقفلها، بس انا بفضل ان احنا ايه نمشي معاه ستيب باي ستيب كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. الحاجات دي يا جماعه آه شايفين هنا بيعمل ايه؟ بيقول لك انا دي الخطوات او الافكار بتاعتي. انا بعمل كذا وبعمل كذا. الحاجات دي لما بنقراها بتفتح في دماغنا افكار وبنفهم الاي اي بيشتغل ازاي. هو ينفع على التليفون بس انا لا افضل ذلك بصراحه. يعني الواجهه ما بتكونش كامله. يعني انا هنا وانا على خليني بس احاول اقفل دي. Extensions. هنا بيديني المساحه ان انا اقدر اشوف شكل التطبيق ما بين الموبايل وما بين اللابتوب. على الموبايل هيبقى الموضوع صعب ان انا اشوف الواجهه بشكل سليم. يعني هنا لو ضغطت على دي كده بيديني هنا تقدر تشوف واجهه الموبايل بالشكل ده. هتلاقي حتى التطبيق شكله مش متظبط كده على واجهه الموبايل. هنا تابلت احسن شويه. وطبعا هنا الواجهه الكامله بتاعت. وطبعا لو ضغطت على فول سكرين دي هيديني واجهه التطبيق فول سكرين. ما شاء الله، شايف ناس بدات تشتغل. اي اي بايثون تيوتر. حلوه الفكره. اي اي بايثون تيوتر يعني هنا يعني يقدر يدينا دروس في لغه البايثون اللي هي لغه البرمجه.
هنفتحها هنا في نفس البراوزر أحسن. معلم بايثون. وطبعا هنا اسأل المعلم ذكي عن أي شيء، وهنا الدروس، المدخلات والمتغيرات، الشروط والقرارات. مسجلة والله، والله مسجلة. حلو، جميلة الفكرة. طيب هنا المفروض ان هو شغال دلوقتي على طيب براحتك. طبعا هو ليه مطول؟ لانه بيألف ملف صوتي مدته 3 دقائق يا جماعه، فالموضوع بيطول. الناس اللي بتستخدم نوت بوك ال ام لما بنيجي نعمل برزنتيشن او خلينا نقول ايه اسمها ايه، الاوديو اوفر فيو، البودكاست اللي في نوت بوك ال ام، انتوا عارفين انها بتاخد وقت طويل لحد ما تخلص. طبعا هنا سمالي الابلكيشن الف باء، انا ما اديتوش اسم فهو اقترح الاسم. ادي اتعلم الحروف، العب وامرح. طيب لو جينا هنا ضغطنا هنا هيدخلنا هنا، والمفروض ان انا ايه، اسمع الكلمه واختار الحرف الناقص. يعني اعملها كده فول سكرين. تمام. هسمع الكلمه. طيب هل وارد، ودي مهم جدا ناخد بالنا منها، هل وارد ان الابلكيشن بعد ما يخلص يكون فيه اخطاء؟ ايوه. ودي بتحصل، عايز اقول لكم يمكن نسبه 70 80% في كل الابلكيشنز بيحصل ان بتلاقي فيها اخطاء. فلما تيجي هنا، طبعا انا اخترت بس هو ما ادانيش هنا الاستماع للكلمه مش شغال، ما اعرفش هل عشان انا مشغل المايك الخارجي وفي ميتنج فمش ظاهر الصوت. فهنا اختار الورده. طب تعالوا نختار حاجه صح كده، غلط كده. ما اداش اي استجابه، حتى حرف الباء نفسه غلط. فهنا في اخطاء. فهرجع بقى اقول له ايه، خلينا نصغر الفول سكرين. نرجع هنا نقول له ايه، ان انا لقيت الاخطاء، هكتب كده ان انا لقيت الاخطاء كذا وكذا وكذا، فيا ريت تعدلها. فهو هيروح يشتغل على الاخطاء دي ويرجع لك بالتعديل. اوكي. اذا مش عاجبك الاخراج او الالوان او اي شيء ده، حضرتك ممكن تجيبي صوره لشكل ابلكيشن وتقولي له انا عايزك تقلده، وتحطي الصوره هنا مع البرومبت من علامه بلس دي. ارفعي الصوره اللي حضرتك عاوزاها وهو هيشتغل هيعمل لك زيها. الناس التيتشرز اللي عندهم، اللي بيستخدموا مثلا موقع زي وورد وول، وعاوزين يستخدموا شكل لعبه معينه على موقع وورد وول ويعملوا زيها، خد سكرين شوت وتعالى قول له انا عايزك تقلد لي اللعبه دي، هيديك نتيجه هايله. اه طبعا لما يكون عندي ادله او امثله بشتغل عليها ده بيقلل اخطاء التنفيذ بشكل كبير جدا. اوكي. طيب ازاي بقى، خلينا هنا لسه رايتنج سكريبت. طيب مع نفسك. في حد تاني بعت لنا ابلكيشنز، الاستاذ ابانوب. خلينا ناخد اللينك ونشوف المشروع بتاعه. محلل العيون الطبي، تشخيص سريع ودقيق لمشاكل العين، قم برفع صورة واضحة وسيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليلها للكشف عن أعراض الإحمرار، الاصفرار الإجهاد أو المياه البيضاء بشكل فوري. حلو جدا. طيب ما تيجي نروح لجوجل ونجيب صورة لحد مثلا عنده مشكلة في العين ونرفعها ونشوف التقرير بتاعه. بس طبعا خلينا ننبه ان الحاجات دي ما هي الا حاجات استرشاديه، محدش ياخد قرار يا جماعه. محدش ياخد قرار بناء على الاي اي بيقول لك ان المشكله الصحيه اللي عندك كذا. دي حاجه استرشاديه وبعدين لازم تروح للدكتور. طيب خلينا نجيب مثلا ايه، نفتح جوجل، هنكتب مثلا مشكله احمرار العين، نجيب صوره، ناخد دي مثلا كده save image as.
ارجع هنا. اي اسئله عامه يا جماعه نخليها للاخر عشان ما توهش منكم، رجاء. اي اسئله عامه بره اللي انا بعمله نخليها للاخر. ادي الصوره. طبعا انا مش دكتور عيون عشان احكم على التشخيص بتاعه سليم ولا لا، او الكلام اللي هو بيقوله صحيح ولا لا. فعشان كده بنأكد ان هو بيقول لي فيه هنا خطأ. طب انا اعمل ايه عشان اصحح الخطأ ده؟ هاخد الكلام ده كده كوبي. تمام، اهو كوبي، واجي هنا واقول له ايه؟ فيكس. بلاش فيكس، صحح الخطأ. واشتري دماغي خالص من ان انا اقعد اوصف الخطأ والكلام ده، لا انا هاخده لك كوبي بيست. طبعا هنا انا لازم اعمل ريميكس لان الابلكيشن مش بتاعي، لازم اعمل ريميكس عشان ياخد مني الامر، فلازم اضغط على ريميكس فهياخد وقت. فطبعا الاستاذ ابانوب بقى او الدكتور ابانوب بما انه اتجه لحته العيون والطبي والكلام ده، فاعتقد هو دكتور، فيقدر بقى هو يصحح القصه دي من عنده. طيب هاجي بقى، انا لسه جاي لحته المشاركه دلوقتي يا جماعه. دلوقتي انا عايز، في عندي المشاركه، في عندي شير ذا اب زي ما حضراتكم بعتوا لي اللينك دلوقتي. لما بتيجي تعمل مشاركه للتطبيق خليه دايما على الديفولت سكرين. الديفولت سكرين يعني ايه؟ ان هو لما يروح لشخص هيفتح معاه كده بالشكل ده، مش هيفتح له الواجهه الجانبيه دي، لان انا محتاج الشخص اللي هيشوف الابلكيشن يشوفه منين؟ من الواجهه الكامله. فهعمل دي كده فولت ديفولت، و كوبي لينك، وبالتالي لما اجي افتحه مره ثانيه هنا باللينك الجديد، كونتينيو، هتلاقي ظهر لي بالواجهه الكامله دي. دي واحده. اوكي. طيب الناس اللي عايزه بقى ت... هو السؤال اللي كان هنا، اريد مشاركه الرابط. مشاركه الرابط بتتم بالطريقه اللي انا قلت لحضرتك عليها دلوقتي. اوكي. طيب لو انا صاحب الابلكيشن، تعالوا نرجع للابلكيشن بتاع الف باء اللي انا كنت عامله. لو جيت ضغطت على كلمه شير هنا بيظهر لي اوبشنز ثانيه اللي هي بقى كلمه ببلش اللي طلب منك الدفع عشان تعملها. هنا هاجي اعمل ايه بقى؟ انا هاجي هنا، هاجي على شير واعمل بابليك واختار ديفولت. تمام. وهسيب الثانيه مقفوله. انا مش عايز الشخص اللي هياخد الابلكيشن يشوف التشات هيستوري اللي عندي، فهخلي دي مقفوله. اوكي. وبعد كده اعمل من تحت كده كوبي لينك وابعت اللينك ده. لينك كده لحضراتكم، لو راح لحضراتكم دلوقتي، حضراتكم هتفتحوا على الفول سكرين بتاع الابلكيشن بتاع الابجديه اللي انا لسه عامله. طيب دي واحده. طيب انا عاوز اعمل ببلش. ببلش هنا معناها ايه؟ معناها انك هتستضيف التطبيق بتاعك على خدمات جوجل السحابيه، وبالتالي حضرتك هتستخدم خدمه مدفوعه من جوجل. تمام. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي هيعمل لك رابط مخصص ملوش علاقه بجوجل اي اي ستوديو. يعني اللي هياخد اليو ار ال بتاعك هيبقى قادر ان هو يشوف الابلكيشن من غير ما يعمل له ريماكس، ودي خدمه مدفوعه. عشان كده ظهرت لاستاذنا الكريم اللي بعت من شويه ان هو يرفع بيحاول يشارك الابلكيشن. فما تروحش لكلمه ببلش دي، هتيجي هنا هتعمل جيت ستارتد. طيب هيقول لك ماشي يلا ببلش يور اب. طيب publishing your app، بيقول لك ايه؟ preparing your Google Cloud project. هتلاقي بعد لحظات بدأ يقول لي ايه؟ ضيف طريقة للدفع. ضيف طريقة للدفع دي معناها ان حضرتك محتاج تحط الكريدت عشان هحاسبك على استخدام جوجل كلاود. اوكي. طيب هنقفل بقى الكلام ده ونروح لكلمة كود دي، نضغط عليه عشان اقول لك على طريقة الاستضافة المجانية. احنا كنا هنا في بريفيو، ركزوا معايا. هاجي هنا على كلمة كود واضغط على اكسبورت. هنا هلاقي في عندي حاجه اسمها اكسبورت تو انتي جرافيتي، وده مش هنروح لها. انا عايز اكسبورت از زد فايل، اللي هو انا عاوز الملفات دي كلها بتاعت الاكواد تنزل لي في ملف مضغوط. تمام. نزلناها في ملف مضغوط اهو. هنزلها على الديسكتوب واعمل سيف. تاني عشان اللي مش مركز معايا، اي ابلكيشن عندي انا عملته على جوجل اي اي ستوديو
عاوز اخد الملف الاكواد اللي هي الباكج دي كلها في ملف مضغوط، بروح لها منين؟ بروح لها من كلمه كود، وبضغط هنا اكسبورت داونلود. عشان كده قلت نستخدم من على الديسكتوب عشان نعمل الخطوات دي، لاني هحتاجها على الديسكتوب. طيب خلينا اروح اتاكد كده ان الملف ايه بقى عندي على الديسكتوب اهو. ادي الملف بتاعي. اوكي. طيب تعالوا نجيبه على جنب كده ونعمل له اكستراكت. فكينا الضغط بتاع الملف. هروح بقى دلوقتي لمين؟ للموقع اللي هعمل منه استضافه. ايه الموقع اللي هتعمل منه استضافه؟ موقع لطيف كده مجاني، بيديني استضافه مجانيه اسمه نتليفاي. ده موقع نتليفاي اهو، وهبعت لحضراتكم الرابط طبعا، netlify.com. الملف المضغوط ده ملف مضغوط عادي، فيه كل الداتا بتاعت المشروع يا استاذنا، اللي هو اهو. افتح لك الملف من جوه اهو. تمام. في عندك السكرام فايل، الاس ار سي سوري، والاسيتس بتاعت البروجكت كلها، وكل الملفات بتاعت الريدمي فايل والجيسون فايلز والاتش تي ام ال فايل، كل حاجه موجوده داخل المشروع ده. فانا هروح هنا، بدل ما اروح بقى لاستضافات مدفوعه زي هوستنجر والكلام ده، الحاجات المدفوعه دي بروح لها امتى؟ لو انا عامل الموقع ده او الابلكيشن ده عشان انا هعمل عليه خدمه مدفوعه اكسب من وراها فلوس. لكن عامل حاجه للاستخدام الشخصي، عامل بورتفوليو، حاجه شخصيه، بروح ايه على طول لحاجات زي نتليفاي كده. هعمل ساين اب، اقدر اختار بقى جوجل، جيت هاب، جيت لاب، وات ايفر بقى الموقع اللي انا عايز اعمل ساين اب وذ ايميل. فانا هروح اعمل ايه؟ اختار اي جوجل اكونت عندي. تمام. هاجي هنا، دي حاجات قديمه كنت انا مجربها. هاجي هنا لو رحت، خلينا نروح للواجهه الرئيسيه العاديه اللي بتظهر لكل الناس. خلينا احذف، ممكن احذف المشاريع دي كلها، او اروح على طول تحت هنا choose a folder او add new project. طيب ضغطت add new project. باجي هنا تحت خالص، سيبكم من الواجهه اللي فوق. الواجهه اللي فوق دي بيديني موقع نتليفاي. اليكسا ستوب. بدي هنا موقع نتليفاي، بيديني هنا الاي اي ايجنت بتاعه، بيديني 400 نقطه اقدر استخدمهم ان انا ابني بيهم موقع وانا جوه نتليفاي. فده اوبشن برضو مجاني للي محتاجه، بس ال 400 دول بيخلصوا ما بتجددوش. الاوبشن اللي انا شغال عليه حاليا ان انا هروح اختار بقى الملف اللي انا لسه عامله على الديسكتوب، اللي هو الف باء ده. هاخد ده مش المضغوط، ملف مش المضغوط، عشان كده انا فكيت الضغط، وهقول له ابلود، واعمل ابلود مره ثانيه. حولني على الصفحه دي. تعالوا بقى كده، دي الخطوات بتاعته initializing. كل خطوه هيخلصها راح اعمل لي هنا صح، وينزل على اللي بعدها. هو بيسحب الاكواد دلوقتي من الفولدر او الملفات اللي انا بعتها له زي ما انتم شايفين. تمام 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 تمام. المفروض ده كله بيتم امتى؟ بعد ما خلصت شغلي على المشروع كامل هناك على جوجل اي اي ستوديو، وصححت اخطائه. خلاص المشروع وصل معايا لمرحله ان انا خلاص كده ايه، عايز اخده بره جوجل اي اي ستوديو واعمل له هوستنج عشان استخدمه. فخلصت كل الكلام ده. هنا بقى بعمل له الهوستنج على نتليفاي.
الملف اللي انا عملت له داونلود من جوجل اي اي ستوديو يا مستر محمد، اللي هو انا نزلت الابلكيشن بتاع الف باء ده، حملته على الجهاز، فكيت الضغط بتاعه، وبقى عندي فولدر عادي جدا على الجهاز. عملت له ابلود، واللي هو المفروض دلوقتي بيسحب الداتا بتاعته وبيبني لي الموقع بتاعي على نتليفاي. هعيد تاني الخطوات سريعا. طبعا انا هنا ده الابلكيشن بتاع دكتور ابانوب اللي هو بعته. هاجي هنا عند كود واضغط على كلمه اكسبورت واختار داونلود از زيب فايل. مجرد ما بضغط عليها هينزل لي الملف على الديسكتوب اهو، محلل العيون الطبي زي ما هو مسميه. طبعا ما زال الملف لما جينا نجربه ما زال فيه اخطاء، فحضرتك محتاج تعالج الاخطاء قبل ما تاخد خطوه الاستضافه. هروح كده على الديسكتوب، لقيت الفولدر بتاعي اهو، هعمل له اكستراكت او اضغط عليه دبل كليك عشان نفك الضغط بتاعه اهو. وهاجي هنا على نتليفاي، خلينا افتح صفحه ثانيه، نعيد الخطوات مره ثانيه. دي الواجهه بتاعت نتليفاي يا جماعه اللي بفتحها، بيبقى هنا البروجكتس بتاعتي. ادي البروجكت اللي لسه نازل اهو. هاجي هنا اما ان انا اعمل من هنا تشوز فولدر وامشي مع الخطوات، او اختار اد نيو بروجكت، مشروع جديد. لو اخترت تشوز فولدر مباشره فمعناها ان انا قلت له نيو بروجكت. هطلع على الديسكتوب، اجيب الفولدر العادي مش المضغوط بتاع محلل العيون الطبي، وبعدين اقول له ابلود. تمام. هيبدا يعيد نفس الخطوات مره ثانيه زي ما حضراتكم شايفين. اوكي. معرفش ده طول ليه كده. نعمل ريفرش للصفحه. طيب هو كده خلص. تمام. عندي هنا كلمة بريفيو اللي هي لو ضغطت عليها هيفتح لي الموقع بتاعي بقى اشوف. اوكي. طيب تعالوا كده نضغط على كلمة بريفيو. ادي الموقع بتاعي شغال تمام، بس شايفين اللينك بتاعه رخم ازاي؟ مديله اسم وارقام وحوارات كتير كده، بس الموقع شغال اهو. طبعا حتة الصوت كان فيها خطأ من البداية، من هناك ما صلحناهاش. اوكي. لكن هنا مثلا لام ليمون، الموقع شغال عادي جدا، اللي هو الجزء السليم فيه، بعيدا عن جوجل اي اي ستوديو شغال بشكل مستقل. طيب نرجع بقى لنتليفاي. انا عايز اصحح الاسم الغريب ده. هروح هنا، انا جوه البروجكت بتاعي اللي هو عملت فيه اللي هو المشروع بتاع الف باء. هروح هنا لبروجكت كونفيجريشن. تمام. وهنزل تحت هنا هلاقي كلمة change project name، هضغط عليها هيجيب لي بقى الاسم الغريب ده كده. وهعمل ايه بقى؟ كل اللي انا هعمله مثلا هسميه ايه؟ الف باء. قال لي الاسم سليم اهو، عمل لي علامه صح. لو الاسم مش متاح هيقول لي لا اختار اسم تاني. اوكي. وهقول له سيف. يبقى انا كده عملت موقع اسمه الف باء هيساعدني على اهو، ده الرابط النهائي بقى، الف باء دوت نتليفاي دوت اب. لو ضغطت عليه هيفتح معايا الموقع بشكل سليم، وده الرابط بتاعه. اقدر بقى اخده كوبي وابعته لحضراتكم تفتحوا الموقع فيشتغل عندكم بعيدا عن جوجل اي اي ستوديو وتغيير الكلام ده كله. اعتقد ما هو ده اللي انا عملته دلوقتي، اللي هو تغيير الاسم. دخلت نتليفاي عشان يديني موقع مستقل يا استاذ محمد، بعيدا عن جوجل اي اي ستوديو. انا مش عاوز حد ينسخ الابلكيشن بتاعي ويستخدمه. جوجل اي اي ستوديو بيسمح لاي حد انه ياخد المشروع بتاعي. اوكي. طيب ده بالنسبه ل الاستضافه على نتليفاي.